السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده معانا صدرين فراخ كده متحمرين او مشويين ومحدش راضي ياكلهم. هنعمل ايه بيهم بقى؟ هنجيب بقى صدرين الفراخ دول وهنجيب بصلتين ونقشرهم ونقطعهم. وبعد ما نقطع البصلتين هنجيب صدر الفراخ كده اشيل منها العظم اللي هو انا شوياها او مسوياها اي طريقه إن كانت. بس هي عامه مركونه ومحدش راضي ياكلها. هنعمل لها ايه؟ هنعملها بطريقه سهله وسريعه وهتبقى حلوه وجميله وكل اللي في البيت هيتخانق عليها. هنعمل ايه؟ هنمسكها كده نقطعها، بصوا بالشكل ده. معلش هي بتتفلفت علشان هي اصلا مستويه زياده عن اللزوم. هنقطعها كده بالشكل ده، هنقطعها حتت كده صغيره. وحتى لو عملتيها بايدك هتبقى حلوة وجميلة. هتقطعيها كده. وبعد ما تقطعيها كده هتكوني مقشرة بصلتين، طبعا انتوا شفتوهم معايا في الاول في اول الفيديو. هنقطع البصلتين ونديهم لون كده خفيف يا دوب يتبالوا كده ويبقى لونهم ذهبي. وبعد كده هننزل عليهم بالفراخ اللي هو انا بقطع فيها دي دلوقتي. بعد ما اقطعها واحطها بقى ايه، هخلصها تقطيع، دي خلصتها كلها تقطيع. بصوا البصله اتبلتها وبقى شكلها عامل ازاي، ما تخليهاش لونها يحمر اكتر من كده. حط عليها الفراخ دي مستويه وفيها بهاراتها وكل حاجه. مش هنحط الا معلقه كمون ومعلقه فلفل اسود بس. ادي اللي هنحطه بقى، بس ايه على الخلطة دي. هنحطش غير معلقة كمون ومعلقة فلفل اسود. ليه؟ علشان البهارات دي فيها بهارات فراخ وفيها كل البهارات وفيها فلفل وشطة وكمون اهو. معلقة فلفل اسود ومعلقة كمون بس هما اللي هنحطهم نطعم بيهم بس السندوتش معانا. بس بعد كده هنرفعهم تاني على النار وهفضل اقلب فيهم لحد لما ياخدوا اللون اللي هتشوفوه دلوقتي مع بعضينا. اهي معلقه فلفل اسود كده بس، كتري فلفل اسود بيبقى طعمه حلو، بيدي ريحه ونكهه جميله في الاكل. بس كده هنحط بقى بعد كده ايه، هنحطهم بقى على النار وهنفضل نقلب فيهم على طول. معانا لفه جلاش كده، هنجيبها تكون فكت منك من الفريزر، تفتحيها. وبعد ما تفتحيها تبدأي كل طبقة فيها تدهنيها بأي مادة سايلة عندك اللي هو زبدة أو سمنة. تدهني كل ورقة لوحدها علشان تطلع معاكي مورقة وجميلة. تفرديهم كده وتبدأي تاخدي بالورقة وتدهني كل طبقة بينها وبين التانية، تدهنيها كده زيت او سمنة او اللي انت تحبيه وانت تفضليه تدهنيه. بس هنجيب بقى ايه المادة الدهنية وهنبدأ ندهن دلوقتي. وبعد ما نخلص دهن هنجيب بقى ايه، هنكون محضرين معانا معلقتين 3 مايونيز او نوع جبنة، مثلا جبنة تلاجة، المهم اللي متوفر والموجود عندك في البيت. اهم حاجة الحاجة متوفرة، ما تكلفيش نفسك. الحاجة الموجودة عندك في البيت اشتغلي بيها. اهو بعد ما دهنت اللي هي الطبقة الاولانية هدهن الطبقة التانية وهحطهم كده فوق بعضين. ما تكتريش، يدوب ورقتين او 3 من لفة الجلاش. ما تكتريش في الورق علشان ما يطلعش معاكي تخين كده وما يستويش من جبنة من جوه والجبنة الموتزاريلا تسيح. كل ما كان خفيف كل ما كان طعمه احلى. عندك جبنة تلاجة ماشي، عندك مايونيز ماشي، حطي كده ملي معلقتين وافرديهم كده من تحت الخلطة علشان يفضل السندوتش معاكي طري من جوه. ان انت لو ما حطيتيش جبنة تلاجة او جبنة موتزاريلا او اي نوع جبنة من تحت، هيطلع معاكي السندوتش ناشف، هينشف من درجة السخانة. بصوا لما قطعت الفراخ وحطيتها على البصلة طلعت معايا بالشكل ده اهو. هنحط كده في النص عشان احنا لما نيجي نقفل ما تبقاش في حاجة على الاطراف. ودي جبنة موتزاريلا مبشورة. هنحط كده حبة جبنة حلوين على الخلطة دي. وبعد ما هنحط حبة جبنة كده حلوين هنبدأ نطبقه كده زي الفطير المشلتت. اكيد انتوا واخدين فكرة عن الفطير المشلتت بتاعنا او الفطير اللي هو بتاعنا ده، واخدين فكرة عنه. هنطبق بقى زيه كده. بصي بعد ما طبقته كده هجيبه بقى الفه دلوقتي اهو. تلفيه كده لفة تانية كمان اهو. بصي ولا احلى من اي سندوتش بيتباع بره وفي بيتك، وحاجة حلوة وطعمها حلو ومضمونة وانتي ضمناها وعاملاها بايديكي. هنجيب بقى طاسة على النار وهنحط فيها معلقة زيت. متكتريش الزيت عشان ما يطلعش معاكي مدهن كده وزيته كتير. وفي صينية تيفال كده او صينية جرانيت الموجود عندك المتوفر عندك، ما تكلفيش نفسك اي حاجة. عملتهم انا، لفتهم كلهم اهم بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها. هنبدأ ننزلهم كده جنب بعضهم.
هياخدوا لون مني بسرعة، ما تسيبهمش وتمشي، وهدي النار خالص علشان ما يتحرقوش منك من تحت، يا دوب ياخدوا لون ذهبي كده وتبداي تقلبيهم. بصي اهو، وبتنشف وبتبقى طعمها جميل، مقرمشه من بره ومن جوه كده طريه، طعمها جميل جدا وسهله وسريعه، وممكن تعمليها في اي وقت، بالليل بالنهار الصبح. بصوا جمالها بعد ما استوت. بصوا الجبنه مع الخلطه اللي احنا عملناها. استنى هنفتح سندوتش تاني اهو. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا الجبنه جميله ازاي، الموتزاريلا فيها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.